اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على الكمال، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة القيام، ولك الحمد على نعمة ختم القرآن. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدعتك قول قائل: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا من ترفع إليه الشكوى. إلهنا وسيدنا، إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ارزقنا حفظه وتلاوته وتدبر آياته وتأمل عظاته والقيام به نهارا والسهر به ليلا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اشمل الجميع برحماتك ومغفرتك ورضوانك. إلهنا لقد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، وأنخنا مطايانا ببابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فلا تردنا عن
عن جنابك. اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فخيبته؟ جودك واسع وفضلك عظيم. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أجودك على من سألك. تتنزل حين يبقى الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلالك وعظمتك وهيبتك، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. تبنا إليك فاقبلنا، تبنا إليك فاقبلنا، تبنا إليك فاقبلنا. إلهنا أمهلتنا فعصيناك، أمهلتنا فعصيناك، وإن عدنا إليك قبلتنا. اللهم ارحم هذه الجموع المباركة التي ما حضرت إلا طلبا لرضاك ورجاء مغفرتك ورحمتك. اللهم إن هؤلاء ضيوفك وأنت أكرم الأكرمين، لا تردنا خائبين يا رب، لا تردنا خائبين يا رب، لا تردنا خائبين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الأذلاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء. نشهدك أننا تائبون نادمون مقبلون. اللهم فارحمنا برحماتك وأفض علينا من واسع جودك وفضلك وامتنانك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا. لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم لا تجعلنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على مداومة العمل الصالح بعد رمضان. اللهم إن قلوبنا قد ذاقت حلاوة القرآن وحلاوة الصيام والقيام. اللهم فلا تحرمنا هذه اللذة بعد رمضان. اللهم لا تحرمنا لذة العبادة بعد رمضان. ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. نسألك يا ربنا أن تعتقنا في هذه الليلة من النار، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فزده طاعة وصحة وعافية. اللهم متعنا ببر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم فأفض عليه من شآبيب الرحمات
واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووسع عليه قبره ونور عليه لحده، واجعله يوم القيامة آمنا مطمئنا. اللهم اجمعنا ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وأقاربنا على سرر متقابلين. اجعلنا ممن ينادون غدا في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا عالم السر منا، يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، لا تهتك الستر عنا. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم ارزقنا قلبا سليما. اللهم يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، أصلح فساد القلوب وقسوة القلوب، واغسل أدران الذنوب. يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا ودود. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم اجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اعصم شبابنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات، ومن شر الانحلال والتكفير والتدمير والتفجير. اللهم اعصمنا وإياهم ممن أراد بهم سوءا. اللهم لا تجعلهم آلة لتدمير بلادهم وأوطانهم ودينهم. اللهم اعصمهم من شر سفهاء الأحلام المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللهم رد كل ضال إلى أمه وأبيه. اللهم حصن عقول شبابنا وطهر فروجهم وقلوبهم، واجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. إلهنا وسيدنا أصلح فتياتنا ونسائنا ونساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات طاهرات عفيفات محتشمات، الحاضرات منهن خاصة، الحاضرات منهن خاصة، الحاضرات منهن خاصة، والغائبات منهن عامة. اجعلهن طاهرات محتشمات عفيفات. اللهم اجعلهن بالنبي الكريم مقتديات، وبأمهات المؤمنين متأسيات. اللهم ارزق بناتنا وأولادنا الأزواج الصالحين والأبناء البارين.
رحماك سيدنا بالمطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين. اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وأصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا من خير عبادك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا يا رحيم يا رحمن يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا كريما لا يبخل يا حليما لا يعجل يا من هو غني عن تعذيبنا. اللهم إن لنا إخوة وأخوات قد قضوا نحبهم وفاضت أرواحهم وأصبحوا مرتهنين بأعمالهم تحت الثرى. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم اجعل حسناتنا مؤنسة لهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها يا إلهنا حفرة من حفر النيران. إلهنا وسيدنا ومولانا لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتتابعت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين. لا حيلة لهم إلا بك، لا قوة لهم إلا بك، لا طاقة لهم إلا بك، خابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا لقد ضاقت الأرض بما رحبت على إخواننا المستضعفين وظنوا أن لا ملجأ لهم منك إلا إليك يا راحم عبرات المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا ولي الصالحين، يا من هو أرحم بنا وبهم من أمهاتنا. اللهم أنزل رحمتك على أهلنا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي أركان وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانصرهم، جوعا فأطعمهم، خوفا فأمنهم، موتى فارحمهم، جياع فأشبعهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم عجل بنصرك الذي وعدت عبادك. ربنا قد مس إخواننا الضر وأنت أرحم الراحمين، يا فرجنا يا ملاذنا يا غياثنا يا سيدنا يا إلهنا. لقد طال ليل الظالمين واشتد عداء الملحدين. اللهم إنهم طغوا وبغوا، اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم إنا نسألك أن تصب عليهم سوط عذاب، إنك لهم بالمرصاد. اجعل دعاءنا وتضرعنا نارا ووبالا عليهم
عليهم. اللهم أهلكهم بسلاحهم واحرقهم بنارهم. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، يا قويا يا قوي يا عزيز. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أظهر عليهم قوتك وجبروتك وكبرياءك، يا من يمهل ولا يهمل، يا من يمهل ولا يهمل، يا من يمهل ولا يهمل. أظهر قوتك وجبروتك وكبرياءك عليهم. اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم خص منها بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها آمنة بأمنها شامخة بإيمانها. اللهم حصن حدودنا واحفظ جنودنا وزد أمننا وأماننا وعقيدتنا، واحرس مقدساتنا وإعلامنا وعقيدتنا. واحفظ اللهم أهلنا ووالدينا وولاتنا وعلمائنا وقضاتنا وأهل الحسبة فينا. اشمل الجميع برحمتك وتوفيقك ورضوانك. لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اجمع كلمتنا، وحد صفوفنا، ارفع أعلامنا، أصلح إعلامنا وإعلام المسلمين. إلهنا وسيدنا، إن لنا إخوانا وأخوات مبتعثين ومبتعثات قد رحلوا في طلب العلم رجاء رفعة دينهم وبلادهم وأهليهم ووالديهم. اللهم فحصن عليهم دينهم، واحفظ عليهم عقيدتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ارفع بهم رؤوس والديهم وبلادهم. اللهم ارفع بهم رؤوس والديهم وبلادهم والمسلمين، وأعز بهم دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم وفق إخواننا وأخواتنا المشرفين والمشرفات الذين سهروا وعملوا وخدموا لخدمة المصلين والمصليات والقائمين والقائمات والمعتكفين والمعتكفات. اجزهم عنا خير الجزاء. اغفر ذنوبهم، استر عيوبهم، ارفع درجاتهم، تول أمرهم، أصلح أولادهم ونياتهم وذرياتهم، وبارك لهم في أموالهم وأولادهم. زوج الأعزاب منهم، بارك للمتزوج منهم، اجعلهم جميعا في حرزك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، يا واحد يا ديان يا عزيز يا منان. وفق ولي أمرنا سلمان، خذ بناصيته للبر والتقوى، أصلح بطانته، تول أمره، أطل عمره على طاعتك. اللهم زده صحة وعافية. اجمع اللهم به كلمة المسلمين، وارفع به لواء السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله رحمة على البلاد والبلاد. اللهم ووفق نائبيه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. الله
اللهم ارحم من مات من علمائنا وولاة أمرنا ووالدينا وأحبابنا والمسلمين. اللهم خص في هذا المقام من كان سببا في اجتماعنا. اللهم إن عبدك خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز قد أصبح في ذمتك وجوارك، أصبح رهين الثرى في قبره بعد أن خدم دينه وبلاده. اللهم فاجعل آخرته خيرا من دنياه. اللهم ارفع درجته وتول أمره واغفر ذنبه وارفع منزلته وبارك اللهم في عقبه وذريته يا ذا الجلال والإكرام. يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، جئنا ببابك واقفين فارحمنا يا الله، وجئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك مقبلين فاغفر لنا يا الله. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان. اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا. تقبل صيامنا قيامنا، تقبل صيامنا وقيامنا. هؤلاء عبادك وإماؤك اجتمعوا في بيتك، قصدوا رضاك، طلبوا رحمتك. منهم المصلون ومنهم الصائمون ومنهم القائمون ومنهم الصالحون ومنهم من يحبك، وكلنا نشهدك أننا نحبك. والحبيب لا يعذب حبيبه، والحبيب لا يعذب حبيبه. يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا غياثنا يا سيدنا يا مولانا، رفعنا إليك أكف الضراع فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه. تبنا إليك فاقبلنا، عدنا إليك فارحمنا. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء من النار، ولك في آخر ليلة من رمضان عتقاء من النار. اللهم اعتق الجميع من عذابك، اللهم اعتق الجميع من عذابك ونارك. اللهم يا ربنا إنا نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك ذنوبنا ونشكو إليك تقصيرنا ونشكو إليك حالنا. من يرحمنا إن لم ترحمنا؟ من يغفر لنا إن لم تغفر لنا؟ اللهم إن استودعناك أعمالنا
اللهم إنا استودعناك أعمالنا الصالحة فاجعلها عندك مباركة طيبة متقبلة. تجاوز عن الزلل والقصور، اللهم تجاوز عن الزلل والقصور، اللهم تجاوز عن الزلل والقصور. اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من عبادك فيها شيئا. اللهم أنزل من بركات هذا الدعاء على المرضى في فرشهم، وعلى الموتى في قبورهم، وعلى مجاهدين على ثغورهم، وعلى أهل الدور في دورهم. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبر ومغفرة ذنب وسعة رزق، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة، اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا في حرزك وأمانك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام. احمنا بحمايتك، واجعل الجميع في رحمتك ورضوانك. اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم خص منهم المسحورين والمحسودين والمعيونين. اللهم اشمل الجميع برحمتك وشفائك وعافيتك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج. الحمد لله على التمام، والحمد لله على الكمال، والحمد لله على صيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد تترى، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فاحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم اجمعنا بنبينا في جناتك غير مبدلين ولا محرفين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.